بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أيها الإخوة الكرام، نزف لكم نبأ افتتاح مكتبة الوعي. هذه المكتبة التي تم افتتاحها صباح اليوم في مدينة رويبة. احنا شفنا بأنه فعلا مدينة رويبة تستاهل وتحتاج هذا الصرح وهذا الأمر. يعني مكتبة هنا في هذه المنطقة ستعكس حقيقة المستوى الثقافي والعلمي وما هو موجود بين داخل هذا المجتمع الرويبي، ثم بعد ذلك ستكون منارة إلى كل العاصمة، ولما لا مرجع كمكتبة كمرجع للجزائر كلها إن شاء الله. هذا أملنا وهذا طموحنا. المكتبة إن شاء الله مفتوحة، فيها عدة تخصصات. حاولنا قدر المستطاع أننا نجمع الكتاب الجزائري حيثما وجد. تعاملنا مع معظم دور النشر الجزائرية، وطبعا الأيام القادمة سنجمع أيضا الكتب الناقصة. طبعا سنهتم باللغات، كتب الروايات والأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي، طبعا قبلها أكيد الأدب العربي والروايات باللغة العربية. قسم للكبار وقسم للصغار لم نغفله طبعا كنوات، وإن شاء الله بالوقت راح نحاول قد ما نقدروا أننا نطور اهتمامنا بأبنائنا المتمدرسين وأبنائنا في الجامعات والفئة والطبقة المثقفة في الجزائر. طبعا ستعتمد المكتبة على قسم للكتاب المتخصص أيضا، والكتاب الشبه مدرسي والكتاب المدرسي والقرطاسية أيضا. على العموم مكتبة شاملة كاملة إن شاء الله. عصرنا فيها خلاصة التجربة تاع سنوات في ميدان الكتاب. كنا دائما نناديو إلى ضرورة فتح المكتبات إلى درجة أننا شعلنا الضوء الأحمر ومن الخوف من إغلاق المكتبات. واليوم إن شاء الله سنحاول قدر المستطاع أننا نفتح المكتبات ولا نغلق المكتبات. وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لازم نباركوا صاحب هذه المكتبة، لأنه فتح مكتبة خاصة في 2025 حقيقة بطولة ما بعدها بطولة، لأنه اليوم أصبح من الصعب على القطاع الخاص أو على مستثمر أن يفتح مكتبة خاصة بهذا الحجم بهذا الجمال في قلب مدينة رويبة. فنبارك هذا المشروع اللي راح يصب في صالح الشباب في مدينة رويبة. نتمنى لهم التوفيق والنجاح، والمطالعة أمر ضروري أساسي. فإلى جانب فتح الفاست فود لابد من فتح المكتبات، لأنه الفاست فود ليأكل التاكوس بصحته وليأكل الكتاب بصحتين. فنقول مرة أخرى مبروك عليك سي محمد مولودي على هذا المشروع الخاص الجميل، ونتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاحات. شكرا. عملنا زيارة يعني ميدانية للمكتبة، وما شاء الله يعني ثرية جدا، يعني بمراجع في كل التخصصات في كل المجالات. و يعني جانب المصاحف هنا يعني ما شاء الله إخراج جميل جدا، حتى في الجوانب الأخرى يعني التاريخية والسياسية والعلمية. فهي مكتبة ثرية جدا. نسأل الله أن تكون يعني مصدر للقراء وللمطالعين وللباحثين أن يثروا هذه المكتبة ويستفيدوا منها استفادة كبيرة. Hello, I'm Sarah, and I'm so happy today to be at this opening because it's the first library in Ruiba to be spacious and cozy. I found the books that I've been looking for the whole time, and it brings me the joy to be here.
Good morning, I'm Sosan and I'm so glad to be here. I'm so happy for this opening. I finally found where to buy all of my books, school books or reading books. I really love this place. It's so big and spacious. I really love that I can find everything I need. I'm so happy to be here. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جيت فتحوا مكتبة هنا، الله يبارك. عندي بزاف مش مكتبة كيما هكا فيها كلش، الله يبارك. لقيت كاع واش نسحق هنايا والله يبارك ما شاء الله يعني.